اكبر شناق في الرحبه ديال اللعابه هو بيريز. خليه بعبع. القصه كتبدا ملي البارسا دخلت في خط صفقه خوليان الفاريز. البارسا بدات كتحضر ليه مشروع كبير باش يكون هو المهاجم المستقبلي ديال الفريق، حتى انها قدمت عرض بقيمه 100 مليون يورو لاتلتيكو مدريد. اللاعب من جهته بدا كيشوف بلي برشلونه فرصه العمر، ولكن القرش بيريز كان عنده راي اخر. بيريز عارف ان الفاريز ماشي غير لاعب، بل مشروع نجم عالمي، وعارف ان برشلونه كتعيش مرحله بناء عكس ريال مدريد، وعارف كذلك ان اتلتيكو علاقتهم ببرشلونه ماشي تليه، وعارف ان علاقه الفاريز باتلتيكو حتى هي ماشي تليه. لهاد الاسباب قرر يدخل في الخط ديال صفقه الفاريز باش يضرب على الرام ديال الطيور بحجره واحده. اولا باش ياكد الشرعيه ديالو بانه الاحق برئاسه ريال مدريد عن طريق جلب لاعبين سوبر ستار. ثانيا باش يحرم البارسا الغريم الازلي من المهاجم اللي كتحلم به. بيريز كيقول لالفاريز انه ما غاديش يكون غير مهاجم فريق، بل غيكون جزء من ثلاثي مرعب فيه فينيسيوس ومبابي، وغادي يكون جزء من فريق عنده الجاهزيه للفوز بكل شيء، ماشي بحال البارسا اللي يلاه كتبني المشروع ديالها. واخا الفاريز باغي البارسا، ولكن خبره ودهاء وفلوس فلورنتينو بيريز ممكن يبدلوا كل شيء. وحتى اذا ما مشاش لريال مدريد فبيريز غادي يغلي السعر ديالو على البارسا. دابا السؤال، شكون المنظومه او الفرقه اللي ممكن غادي تنفع ستيل ديال خوليان الفاريز، البارسا ولا الريال؟